السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا بغيت نوريه للدراري والعائلات ديالهم اللي مغاربة وباغيين يحرقوا من تركيا. اخر مرة هبط في المغرب طيارة جات عامرة غير تبارك الله الشباب وكلهم غير الحراقة تقريبا يعني واحد 90% ديال الطيارة جات كلها ديال الشباب مغربي باغيه تحرق من هنا من تركيا. هاد الخبر بغيت نوريه لهم المشاكل اللي تيعيشوها. انا نحل دابا التلفازه. هادو 3 ديال المغاربه رجعوهم في الحدود اليونانيه التركيه مع سميتو كما تشوفوا تعرضوا لاعتداء من طرف اليونان ورجعوهم لتركيا. 3 ديال الدراري راه غير نقول سميتهم، ولكن انا بغيت غير نبالاش غير الانفورماسيون باش ما فهمتي باش يعرف بنادم ما يبقاش غير يحبس ويجي يسحب له. راه دغيا تيدوزو ما بين الحدود كما تشوفوا تعداو عليهم مزيان. كل 3 بيهم تيقول لك مغاربه فاس يعني مغاربه. ما تشوفوا الشباب فهز الشباب ديالها شوفوا كي داروا لهم يعني معامله غير انسانيه. تيقول المخابر تيقول بانهم داوهم للطبيب واعتنوا بهم هادو من بعد الشفاء يعني وراهم هذا مصوبينهم في شي بلاصه على ما يشوفوا شنو يرجعوهم ولا تسالت لهم المده ديال الاقامه ديالهم شنو غيديروا معاهم. لكن انا اللي بغيت ناكد عليه هي المعامله اللي لقاوها. تيقول لك هذه حاله او 3 ديال الحالات من الالاف الحالات اللي تعامل اللي شافوهم اللي حتى انهم لقاو الناس جايين يعني ما بقى فيهم ما يدار يعني ضربوهم مزيان. كما شفتوا وقلت لكم انا اخر شهر هبطت هذه واحد الشهر للمغرب وجيت جاو معايا تبارك الله دراري كي دايرين يعني ولاد العائلات وداك الشيء ما عرفتش كيفاش وصلوا لهم الانفورماسيون بانهم دغيا يدوزوا او لا تيشوفوا داكشي اللي تيشوفوا في التلفازه ولا اللي تيعاودوا لهم لهذا. ولكن ما سهلاش الواحد يعرف راسو من قبل شنو غيتعرض وشنو غيلاقي، لان كما تشوفوا السيد قال هاد سميتو الانفورماسيون اللي قال لك يعني هذه حاله او لا هادو حالات من الالاف الحالات اللي تيرجعوا عندهم الحدود. ولكن الانسان يرد باله بزاف. وشكرا. السلام عليكم.